أهلا وسهلا بيكم في بارت 2. إن شاء الله بقى نروح هنحكي في شوية أخطاء في التصميم كده. زي ما قلنا إن إحنا بنتكلم على design for manufacturing. فإيه هنكمل بقى في الأخطاء اللي إحنا قلنا عليها. لو ما سمعتش البارت اللي فات فممكن نسيب لك اللينك تحت أو أنت سرش عليه هتلاقيه. أول حاجة عايزين نتكلم فيها في البتاع دوت. عايزين بس نقول إن أنا ممكن نكون بتكلم بشكل جدلي شوية، مش جدلي سوري، اللي هو بيسموه مش عارف بيسموه اللي هو المعلومات بتاعتي بتبقى مكتوبة في نوت كده، ما عنديش للأسف الوقت إن أنا أقعد أعمل سلايدز وأجيب أمثلة والكلام دوت، فيعني سامحونا لضيق الوقت والكلام دوت. وفي نفس الوقت الواحد بيبقى مش مهندم إنه يطلع بصورته والكلام دوت، فيعني سامحونا على الموضوع دوت. المهم عايزين نتكلم على أول حاجة النهارده. أول حاجة اكتب كل حاجة على اللوحة بتاعتك. يعني لو أنت بتعمل التصميم، يعني حاول اللوحة بتاعتك حاول الشركة اللي أنت شغال فيها أو المكان اللي أنت هتعمله أو شغال فريلانس أو حاجة، بتعمل تمبلت وبتكتب كل حاجة في التمبلت دوت. نوع الماتيريال كم قطعة أنت عاوزها. وزي ما قلنا السيشن اللي فاتت ما تعتمدش على الفني إن هو يجمع القصة بتاعتك. حاجة تاني معلومة في اللوحة، زي ما قُلت لك راعي الsamples بقى، بما إحنا هنتكلم في مرّة. لو في حاجة فيها الحام تحط الsamples بتاعته، لو في حاجة مثلًا الfit والtolerance تحطه. في حاجة الGT&T هنتكلم برضه عن الموضوع يعني حاول تحط كل المعلومات اللي مطلوب من الراجل ده ينفذها بالstandards بتاعتها لو سمحت. بالstandards بتاعتها، عندك note أو حاجة تحت اكتبها برضه على اللوحة. حاول دايمًا إن أنت اللوحة تبقى كافية، مش لازم إن أنت تتكلم. دايمًا إن إحنا بنتكلم بالرسومات وباللوحة، تمام. ديّة أول حاجة. أول حاجة تاني حاجة بقى وحاجة مهمة أوي الinterference detections. البارتات وتدخلاتها مع بعضيها، طبعًا ده أي software هتلاقي فيه الموضوع دوّة. في الSolidWorks هتلاقي، في الinventor هتلاقي، سواء حتى في الAnsys هتلاقي. الموضوع ده مهم جدًا، 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 وحاول إن أنت تcheck عليه باستمرار. قصة إن في تداخل part مع part. الinterference detections برضه تدخل البارتات أثناء الassembly والحاجات دي بتعمل مشكلة في التصنيع. فأنت حاول دايمًا تcheck على الموضوع دوّة إن ما فيش أي تداخل موجود، وحاول تشوف التداخل ده حلّه إيه. تمام. الحل بتاعته ساعات أنت بتبقى عامل قطر كبير على قطر صغير. قطر كبير على سوري، قطر صغير على شافت كبير، فبتلاقي التداخل. فالحل إن أنت يا تصغّر الشافت يا تصغّر الشافت شوية، يا تقلل يا يا تكبّر الهول، يعني أيًا يكن نوع الdetections اللي حصل. تمام. آآ الحاجة اللي بعد كده، حاجة مهمة أوي بالmachining يا جماعة، أي بليت هتتحط على بليت، أي سطح هيتبات على سطح لازمًا surface finish بعد عملية التصنيع. يعني أي بليت هيتحط على بليت في عملية التصنيع، خلّينا يعني ممكن نفتح الSolidWorks بقى ونتكلم بقى بشوية كده، شوية كلام علمي يعني على الSolidWorks. أي بليت هتبات على بليت في عملية التصنيع دايمًا الsurface finish حاضر معاك. لازمًا تاخد عملية تصنيع إضافية. يعني أنت لو مقطّع الكلام ده ليزر، لأ الكلام ده بيروح للخراط بتعمل عملية surface finish، وأنت بتبقى حاطط وحاسب الأبعاد ديّة. إن أنت في removal rate، في معدل أو في رايش هيتزال من المعدن، بحيث إن أنت القطعة بعد ما توصل لك توصل للfinal dimension. يعني أنا مثلًا لو عندي بليد بالمنظر دوّة، خلّينا بقى يعني بالمنظر دوّة، واخدة تخانة أيًا يكن بليد 10 مثلًا، 10 مللي، تمام. بايتة على بليد بالمنظر دوّة. طبعًا إحنا بندّي مثال يعني، تمام. تمام، واخدة بليد بالمنظر دوّة، تمام. البليد ديّة هتبات على البليد بالمنظر دوّة، فلازمًا سطح البليد ده من هنا في الحتة ديّة، والبليد بقى من ده، يعني البليتة دي بقى control Z عشان أنا ما عملتش قصة الmerge results. فقصة الmerge result ديّة بنعملها من هنا عشان يقول لي إن 2% تمام. القصة بقى في هنا إن أنا لو جيت عملت hide للpart دوّة، لازمًا السطح ده من هنا كده ياخد surface finish. يعني ما تكتفيش بعملية التصنيع الأساسية بتاعته، لو يكن ده هتقطعه ليزر، فلأ لازمًا ده السطح دوّة كده يروح يتعمل له surface finish. أيًا بقى يكن عملية الsurface finish اللي أنت هتستخدمها، يعني الخراطة أو أيًا يكن، طبعًا بجداول والsurface finish بتاعتك تحدده. والكلام ده تكون أنت حاطط أبعاده. يعني مثلًا أنا عايز ديّة مثلًا طولها 50 مللي، خ 50 أو 60، 50 أو 60 سنتي سوري. فأنا بقى عارف إن هتطلع لي مثلًا من الليزر 50 مثلًا، فأنا هاكون عامل حسابي مسبقًا إن أنا أعملها 51 أو 52، عشان لمّا آجي أشيل المللي أو ال2 مللي دول على الخراطة أعرف أوصل للsurface finish اللي أنا عايزه. ديّة رقم 1. رقم 2، ما أكونش نقصت. يعني أنت ما تعمليش ديّة مثلًا لو أنت هتقطعها ليزر 50 وتروح تعمل لي surface finish عليها ناقص لها مللي أو 2 مللي،
هتيجي تعمل لك مشكلة في التجميع، فدي الأخطاء بقى اللي قُلنا عليها تمام، فالحاجات دي أنت برضه إيه تراعيها تمام، دي عملية إيه قصة الsurface finish. لو إحنا بقى جينا في البتاع التاني ده ونقول لو إحنا عكسنا بقى البتاع تمام، قصة بقى الإيه الinterference detections اللي إحنا كنا بنقول عليها تمام أهيّة، الinterference detections اللي إحنا كنا بنقول عليها في interference أهوّة، الحاجات دي برضه إيه بنراعيها أثناء الإيه أثناء التصميم. تمام. تمام، يبقى أي بليت هترسى على بليت أو أي سطح هيرسى على سطح لازمًا عملية machining تمام، تمام. نرجع بقى تاني، بعد كده يعني قفلنا الsolid والّا لأ، قصة الbolts أو الفتحات بتاعة الbolts. طبعًا إحنا عندنا كان في حاجة على القناة بتشرح موضوع الbolts، يعني مثلًا عايزين نخلّي ده مثلًا 20 اللي هو البولت ديزيجنيشن. الموضوع ده مهم، يعني حاولوا تذاكروه، برضه في فيديو على القناه بيشرح موضوع البولت ديزيجنيشن ده. لو جينا هنا لو انا عايز اعمل ثقب هنا تمام، اعمل هنا بالثقب هنا، حاول تعمله دايما بالهولد ويزر، يعني الهولد ويزر والثريدد والكلام ده، استخدم الكلام والستاندرز دي. ما تروحش انت تفتح هول بمزاجك وام 16 تروح فاتح انت انا عايز اعمل هنا ام 16 فتروح فاتح فتحه كده ام 16 وتروح عاملها باكسترود كات. لا انسى الكلام ده، الكلام ده مش علمي. يعني دايما الكلام دوت حاول ان انت ايه تعمله بايه باكسترود وايه الايه القصه بتاعتنا. طيب طيب تمام، نرجع بس دي مكانها. اوكي. الكلام دوت لا انا هتيجي هنا عند هول ويزارد وتستخدم كل الحاجات ديت يعني تمام. يستخدم الهول ويزارد بان انت تفتح المسمار او تعمل ثريد او كل الكلام دوت. ما تفتحش انت الهول والحاجات ديت بايدك بالفيتشرز اللي هي لا حاول ان انت تعملها بالهول ويزارد، لان يعني الكلام ده مهم جدا. هو البرنامج جواه ستاندرز للحاجات ديت تمام، فراعي دايما الستاندرز تمام. حاجه مهمه برضو لو عرفت تراعي الجي دي ان تي، يعني الجي دي ان تي ده حاجه مهمه جدا يعني صدقني في التصميم. يعني حاول حتى لو انت مش هتراعيها وحد ينسبكت عليها، يعني حاول تراعيها الجي دي ان تي ورا في الموضوع، لان الموضوع ده كويس جدا 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 جدا. فالحاجات دي برضو مهمه جدا تمام. تمام. ايه اللي بعد كده؟ انا بقرا الحاجه بخط ايدي وبعد كده بكتبها بايدي وبعد كده ايه بارجع يعني باقراها بصعوبة، ما علينا. بعد كده خُد عرض أسعار، يعني إحنا زي ما اتكلمنا ما تروحش تصنّع عند أول حد ت ت ت تطلّع اللوحات وتروح نازل بعد ما طلّعنا اللوحات تروح تصنّع عند أول حد، لأ دايمًا حاول تاخد عرض أسعار من شركة و2 و3 وتسأل عن مواعيد الاستلام والقصة ديّة عشان إيه، تلتزم لو أنت معاك إيه deadline تمام. بعد كده حاجة معلومة برضه على السريع، لو أنتم team وبتستخدم كل واحد بيشتغل في حاجة مثلًا، فدايمًا استخدموا نفس الversion من نفس البرنامج اللي أنتم بتستخدموه. يعني لو أنتم بتشتغلوا SolidWorks فكلكم نفس الversion 20 220 أيًا يكن، ونفس الكلام الإيه الناحية التانية، نفس الكلام اللي أنتم بتستخدموا أي برنامج تاني سواء Ansys في موضوع الsimulation أو CATIA أو أيًا يكن يعني. ده كان فيديو سريع كده لفيديو تاني. إن شاء الله يعني ربنا يفتح علينا وبنكتب شوية حاجات كده في وقت الفراغ دايمًا هنطلع نقول لكم عليها. لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا إن شاء الله هارد عليكم. سلام عليكم.